انت يوم طقيت الباب على ابوها تقول مساك الله بالخير يا عم وتقبل راسه، انا داخل على الله وثم عليك واطلب يد بنتك على سنة الله ورسوله، وصافحته وصافحك واعطاك بنته بالمرجله والامانه والكتاب والسنه، ويوم قفيت وخذيت البنت قومت الدنيا وصرت اسد. والله يتصل بي عشرات من الأخوات والإخوان في البيوت البارح واليوم وكل يوم، وأسمع من القصص بعضها لو حدثتكم به لكذبتموني، أمور تدمي القلب وبكاء نساء يتأثرون من مواقف تحصل داخل البيوت. يا جماعة ينبغي علينا أن نحسن التعامل. ليش الرجل يطرد زوجته أحيانا؟ من اللي أعطاك الصلاح أنك تسبها، تسب أبوها وأمها وترفع صوتك عليها وتشتمها بأي حق ويضربها ويمكن يطردها من البيت؟ هذه رجولة؟ أنا أذكر تعلمنا على أيدي أمهاتنا الكبار يقولون اللي يطق مرة الذي يرفع يده ويتقوالها على حرمه وهو مثل الجبل يظن أن هذه رجولة. ليست برجولة. الضرب الذي جاء في الشريعة له ضوابط، كما قال الإمام أحمد لا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا لحما، وبعضهم يضرب ضرب وكأن في جبهة حرب. اليوم كسر عظام ومستشفيات وفي معاناة في داخل البيوت، في عنف. لماذا البيوت أحيانا ممكن تنتهي؟ أنا أعرف بيوت أغلب أسباب طلاقها أشياء تافهة، والله بعضهم أقول له ليش طلقتها؟ يقول والله أني ما أذكر، قبل سنة سنتين قالت لي كلمتين وقلت لها كذا والله ما يذكر المشكلة لأنها تافهة أصلا، وتراك أنت طالق انطلعتي وأنت كذا ليه؟ أنت أخذتها بعقد سماه الله ميثاق غليظ، ليست فوضى تطلق كل ما بغيت وتحلل وقت ما تريد. البارح والله تتصل بأخت تقول زوجي كل شيء يطلقني عليه، لدرجة اني اقول له انت تطلق، قال لا انا غضبان والغضبان ما له طلاق، ولا تسألي لا شيخ ولا عالم ولا شيء. هذا تهاون اولا باليمين، ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. اثنين هذا لعب بهذا الميثاق والعقد الغليظ. يا جماعة وين حقيقة البيوت؟ خير الرجال من اذا دخل على اهله سروا، والعكس صحيح شرهم اذا دخل مثل ابليس اعوذ بالله. بعض الاباء يدخل على اهل بيته مثل يوم العيد، يفرحون الاطفال يتعلقون فيه ويسلمون عليه ويقبلونه، وبعض الاباء نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا دخل قال اللهم حوالينا ولا علينا. عاصفة المرأة يسبها والولد يتلفظ عليه ويضرب هذا، ويدخل احيانا يده فاضية ويستطيع ان يطيب الخاطر بهدية بسيطة او بحلوى او بغير ذلك. البيوت ليست جدران. بعض الناس يسكنون في قصور لكنهم في مآتم حزن، وبعض الناس يسكنون في عشش لكن يجدون الانس، لان البيت قائم على الحب، قائم على السعادة، قائم على الروح. والله حنا نزور البيوت حتى من الاقارب تعرف البيت هذا بينهم حب. اذا شفت الولد مع ابوه والبنت مع ابوها، واحيانا تشعر انك في عزة تنتظر احد يدخل يقول احسن الله عزاكم. اذا شفت نفسك مع اهل بيتك قاسي شديد اللفظ، ما تعرف تتعامل الا بالصياح والطقاق، اسمح لي لا تضحك على نفسك. حتى وان فتحت ابتسامتك وفمك في المجالس امام الناس والرجال، فانت في حقيقة الامر لست بعادل ولست برحيم، انما ذلك تزلف وتصنع لا يريده الله ولا يقبله. اجعل البيوت جنة، اقلبوها الى سعادة. ترى الحياة قصيرة ما تستاهل.